فور نهاية مباراة ضد منتخب أنغولا، أخبار كثيرة تحدثت عن سوء العلاقة ما بين أو اضطراب العلاقة ما بين إبراهيم دياز وحكيم زياش. بغينا نتأكدوا من صحة هذا الخبر، وشنو الدور ديالك كمدرب باش أنك تحاول تخلق انسجام ما بين اللاعبين اللي تم الانتداب ديالهم واللاعبين اللي ديجا كيلعبوا في المنتخب الوطني. انا بعد حكيم هو الكابيتان في هذا ستاج، وبغيت نشكره باسكو اللي كيدير الناس عندهم واحد الشوفه ديال حكيم بحال اللي بصراحه ملي كتصوروه ما كيضحكش بزاف، كيبان لك بحال واحد الاول اللي ديما ملي كاين واحد لاعب جديد هو الاول اللي كيمشي لعنده كيدخلوا في الجروب. ومع ابراهيم دارها وكيتفاهموا بالعكس، واي كويري كيبغي يلعب مع كويري، هادشي اللي خصك تعرف. مع الزرق ما كيبغيوش يلعبوا. فور نهاية مباراة ضد منتخب أنغولا، أخبار كثيرة تحدثت عن سوء العلاقة ما بين أو اضطراب العلاقة ما بين إبراهيم دياز وحكيم زياش. بغينا نتأكدوا من صحة هذا الخبر، وشنو الدور ديالك كمدرب باش أنك تحاول تخلق انسجام ما بين اللاعبين اللي تم الانتداب ديالهم واللاعبين اللي ديجا كيلعبوا في المنتخب الوطني. انا بعد حكيم هو الكابيتان في هذا ستاج، وبغيت نشكره باسكو اللي كيدير الناس عندهم واحد الشوفه ديال حكيم بحال اللي بصراحه ملي كتصوروه ما كيضحكش بزاف، كيبان لك بحال واحد الاول اللي ديما ملي كاين واحد لاعب جديد هو الاول اللي كيمشي لعنده كيدخلوا في الجروب. ومع ابراهيم دارها وكيتفاهموا بالعكس، واي كويري كيبغي يلعب مع كويري، هادشي اللي خصك تعرف. مع الزرق ما كيبغيوش يلعبوا.